السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بصحة وبألف خير. هنعمل النهاردة البوريك التركي. هنعمله كده بعجينة مورقة وتحفة، كأنكم بتاكلوا فطير مش عجينة عادية. هقول لكم ازاي تطلعوه بلون حلو زي كده، وازاي يكون مقرمش من بره وطري ومورق من جوه، وطعمه يا جماعة رهيب جدا. ده غير بقى الحشوة الخطيرة اللي هنحشي بيها. وتقدروا طبعا يعني تغيروا في الحشوة براحتكم وتخلوها اقتصادية اكتر. يعني ممكن تحشوا جبنة، ممكن فراخ او بطاطس زي ما انتوا حابين. تعالوا نشوف الطريقة. حطوا لايك للفيديو لو عجبكم، ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنبدأ بقى بتجهيز الحشو في الأول، وهنعصج اللحمة. جبت بقى بصلتين كبار وقطعتهم ناعم، أو ممكن تبشروهم في الكبة أو في المبشرة. في طاسة بقى على النار حطيت فيها معلقة سمنة. أول ما السمنة سخنت قمت جاية نازلة فيها بالبصل. وابدأوا بقى شوحوه يعني لحد ما يدبل شوية، ما تخلوهوش يحمر ولا ياخد لون. يا دوب تلاقوه دبل تقوموا نازلين عليه باللحمة المفرومة. واستخدموا يا جماعة أي كمية لحمة موجودة عندكم، يعني ربع كيلو نص كيلو زي ما انتوا حابين. وكمية اللحمة اللي أنا استخدمتها كانت نص كيلو بالظبط. ولو حابين يا جماعة تغيروا في الحشوة براحتكم، يعني ممكن تستبدلوا اللحمة بقطعة من الفراخ، سواء كنتوا فرمينها أو مقطعينها قطع صغيرة. وطول بقى ما انتوا بتشوحوا اللحمة يعني خلوا النار تحتها عالية، علشان اللحمة ما تنزلش ميتها وتكون ناشفة ومفرولة وطعمها ما يكونش حلو. كمان تقدروا يعني تحطوا اللحمة الأول وبعدها البصل، أو البصل الأول زي ما عملنا. يعني هي مش هتفرق لا في الشكل ولا في الطعم أبدا. وبعد بقى ما تلاقوا ان اللحمة خلاص يعني لونها اتغير وبقت بالشكل ده كده، تعتبر خلاص استوت. بتقوموا نازلين عليها بقى بقرن فلفل اخضر وفلفل الوان لو عندكم. وحبيت احط معاهم كده قرن شطه، بيخلي الحشوه يا جماعه يعني حراقه شويه وطعمها جميل قوي. مش حابينها سبايسي ما تحطوش، واكتفوا بالفلفل الاخضر وخلاص. فايدة بقى ان احنا بنحط فلفل الوان على الحشوه انه بيدي شكل حلو قوي للحشوه. كمان بيعلي كده من القيمه الغذائيه بتاعتها وبيزود في كميه الحشو. ولو حابين بقى تزودوا يعني في كميه الحشو اكتر، ممكن تزودوا مكعبات من البطاطس المحمره. ويا دوب اديتهم بقى تشويحه بسيطه مع بعض، وكده تبقى الحشوه جاهزه، يا دوب نبهرها ونطفي النار. حطيت معلقه صغيره من الملح وفلفل اسود وبابريكا ونص معلقه صغيره من القرفه. حطيت كمان معلقه صغيره من السبع بهارات او من توابل اللحمه. واديتهم بقى تقليبه كده مع بعض وطفيت النار خلاص. هنسيب بقى الحشوه تبرد على ما نجهز العجينه. وعلشان نعمل العجينه نحتاج لكوبايه لبن اللي هو الحليب. ممكن تستخدموا يعني ميه او تخلطوا بين الميه والحليب براحتكم. وفي الشتاء بتدفوه شويه، اما في الصيف استخدموه عادي. حطيت عليه بقى معلقه صغيره من الخميره الفوريه، ورجعت حطيت كمان معلقه صغيره من السكر. وابدأي بقى قلبيهم كده مع بعض علشان السكر والخميره يدوبوا مع الحليب. وبعد كده بقى انزلي عليهم بربع كوبايه من الزيت اللي هم 50 جرام. لو هتحطوه كده بالمعلقه يبقوا 4 معالق كبار. وجبت بقى بيضه فصلت فيها الصفار بتاعها عن البياض، وهنركن الصفار هنبقى ندهن بيه وش البوريك في الاخر. وما تنسوش طبعا تغطوه علشان ما ينشفش. اما البياض فخدته ونزلت بيه على العجينه. لو مش حابين بقى تدهنوا وش البوريك بصفار البيضه، يبقى حطوا البيضه كده كلها في العجينه. ويا دوب اديتهم كده تقليبه على السريع، وبعدين بننزل بالدقيق. معايا 3 كوبايات من الدقيق، نخلت الدقيق في الاول وبعدين عايرتهم بالكوبايه وخدت منهم 3 كوبايات. فكان وزن الدقيق 400 جرام. سبت منهم كده حوالي نص كوبايه، يعني اللي لقينا العجينه محتاجاهم هنبقى نضيفهم. ولو محتاجناهمش يبقى خلاص. هي عامه يا جماعه ان العجينه هتاخدهم كلهم، لكن لما تنزلوا بالتدريج كده يكون افضل، تعرفوا تتحكموا في العجينه براحتكم. وحطيت على الدقيق يعني ربع معلقه صغيره من الملح. وبعد ما قلبت شويه كده يعني لقيت العجينه طريه قوي بتلزق جامد. فضفت بقى كميه الدقيق اللي كنا شايلينها. علشان كده بقول لكم يعني حطوا الدقيق كده بالتدريج على حسب ما تاخد معاكم العجينه. ممكن تاخد مثلا يعني كميه دقيق اكتر، ممكن اقل، على حسب نوع الدقيق او على حسب يعني حجم البيضه اللي انتم مستخدمينها. كمان يعني على حسب كميه اللبن او الميه اللي انتم حاطينها. فالعجين يا جماعه يعني في ناس بتستصعبه جدا، رغم ان هو والله في منتهى السهوله. انت بقى لقيت العجينه يعني في ايديك يابسه كده او ناشفه قوي، حط لها معلقه او اتنين من الحليب او الميه. برضو يعني لو لقيتوها طريه زياده عن اللزوم، حطوا لها معلقه او اتنين من الدقيق. فبتقدروا تظبطوها كده يعني بكل سهوله. عاوزاكوا بقى تخلوا عجينة البوريك يعني ما تكونش طرية قوي. خلوها كده متوسطة يعني طرية، بس مش بتلزق في ايديكوا قوي، علشان بعد كده تعرفوا تتحكموا فيها وقت الفرد. وده بقى يا جماعة يعني القوام اللي قصدي اوريهولكوا. انها تكون يعني ماسكة نفسها كده وطرية، لكن ما بتلزقش خالص. غطوها بقى وسيبوها ترتاح يعني 5 دقايق بس او 10 دقايق بالكتير. يعني ما تسيبوهاش تخمر ولا حاجة، يعني اشتغلوا فيها على طول. ونقلت بقى العجينة كده قدامي وبدأت اقطعها واعملها كور صغيرة. يعني حجم كل كورة كده كانت بحجم البيضة تقريبا. انا قسمت العجينه دي كلها على 12 كوره. تقدروا بقى تقسموها على اكتر على اقل يعني براحتكم.
برص بقى العجين يا جماعة على صينية، وبنكون رشين تحت العجين كده شوية من الدقيق علشان ما يلزقوش في الصينية. بعد ما بتخلصوا خالص تكوير يعني غطوهم كويس قوي علشان ما يتعرضوش للهواء ويعملوا قشرة او ينشفوا. وبعد ما بنخلص يعني بنسيب العجينة ترتاح شوية، يعني 5 دقايق او 10 دقايق، علشان لما نيجي نفرد العجينة يعني ما تلمش مننا او تكش وتتفرد معانا بكل سهولة. فانا غطيتها وسبتها ارتاحت 10 دقايق، وبعد 10 دقايق لقيتها كده ارتاحت فبدأت اشتغل فيها. جبت بقى يعني حوالي كده نص كوباية من الزبدة، يا دوب دوبتها على النار، مش عاوزينها يعني سخنة قوي علشان ما تسيحش العجينة مننا، يعني يا دوب تدوبوها بس. جهزت بقى طبق جنبي في خليط من الدقيق على نشا، وده هنفرد عليهم العجينة. يعني في ناس بتفرد على دقيق بس، وفي ناس بتفرد على نشا بس، لكن لما تخلطوا الدقيق على نشا هيكون افضل، هيدوكوا كده توريقة جميلة قوي للعجينة. حطيت بقى فوقيها شوية كده وكمان تحتها يعني حاجة بسيطة، وبدأت افرد العجينة. افردوها يا جماعة على شكل كده مربع او مستطيل، علشان يكون تشكيلها يعني سهل ومظبوط معانا. اهم حاجة بقى انكم تخلوا يعني العجينة رقيقة معاكم على قد ما تقدروا. لو تلاحظوا يا جماعة ان الدوائر اللي تحت المفرش كلها باينة، فسمك العجينة رقيق جدا. وجبت بقى الفرشة ودهنت كل العجينة بالزبدة. فمش شرط يعني تحطوا كمية كبيرة، على قد ما تدهنوها كلها، ما تسيبوش ولا حتة مش مدهونة، علشان يكون البريك معاكم يعني مورق وعامل طبقات. بعد كده بقى ابدأوا حطوا الحشوة وحطوا الكمية المناسبة اللي انتوا حابينها. سويت بقى الحشوة كده، وبعد كده بقى بنلف العجينة عليها وبنقفل على الحشوة ونلف العجينة على شكل رول. وحاولي كده ما تخليهاش مهوية، يعني ادمجي كده الحشوة مع العجينة بحيث ما يبقاش في هوا كده او فراغات بينهم. وبعد ما عملتها بقى كده وخلصتها، جبت السكينة وبنشيل الأطراف، يعني علشان بتكون فاضية ما فيهاش حشو. بتاخدوا بقى الرول ده وترصوه في الصاج اللي هتسووا فيه. خلوا يا جماعة ناحية القفل هي اللي تحت علشان ما يفتحش معاكم بعد كده. وبادهنوا الصاج بقى بشوية زيت صغيرين علشان ما يلزقش في الصاج أثناء التسوية. وبعد كده بقى ابدأوا افردوا باقي الكمية يعني بنفس الطريقة. وزي ما قلتلكوا اننا بنفرد على خليط بين الدقيق والنشا، ده بيساعد ان البوريك يكون مورق معاكوا قوي وعامل زي الفطير. وكمان يعني خلوا العجينة يعني رقيقة زي ما قلتلكوا، ما تكونش تخينة علشان ما يقلبش معاكوا الفينو. وبعد كده بقى يعني حطيت طبقة من الزبدة، وبعد كده بنحط الحشوة وبنلف عليها العجينة على شكل رول. وبالنسبة يا جماعة للمادة الدهنية، يعني ممكن تستبدلوا الزبدة دي بسمنة، ممكن كمان برضو تستبدلوها بالزيت، يعني استخدموا أي مادة دهنية موجودة عندكم. وكمان يا جماعة يعني تقدروا تغيروا في الحشوة زي ما انتوا حابين، يعني ممكن تعملوا حشوة بالفراخ زي ما قلتلكوا، أو ممكن تحشوه برضو بالجبنة، أي أنواع عندكم في التلاجة. ممكن كمان على فكرة تحشوها بطاطس مهروسة مع خضار فلفل أخضر كده وألوان، وممكن برضو تونة. يعني نوعوا كده وغيروا على حسب المتوفر عندكم أو الحاجة اللي بتحبوها. وعاوزاكوا بقى اما تيجوا ترصوا كده الرولات جنب بعضها، سيبوا فاصل صغير بينهم، يعني علشان ما يلزقوش في بعض قوي، كمان يعني يحمروا من كل الجوانب ويكونوا مقرمشين اكتر. كملت بقى باقي الكميه كلها بنفس الطريقه اللي شفتوها. وحطيت 10 وحدات في صاج مقاسه كان 30 في 40، وكان باقي بقى 2 يعني حطيتهم في صاج تاني. وحبيت بقى اوريكم كميه الزبده اللي استخدمناها، يعني دول اللي اتبقوا مننا، يعني استخدمنا حوالي ربع كوبايه بالظبط. جبت بقى صفار البيضه اللي كنا شايلينها، حطيت عليها معلقتين كبار من الحليب ومعلقه خل، يعني علشان ما يبقاش في ريحه زفاره في البيض. وبدات بقى ندهن وش البوريك بالشكل ده. ولو مش بتحبوا تدهنوا بيض، ادهنوه بقى بشويه حليب، هيدوكوا برضو لون حلو قوي. وفي نقطه مهمه قوي نسيت اقول لكم عليها، عاوزاكوا طول ما انتوا شغالين غطوا الصاج بكيس بلاستيك او فوطه علشان البوريك ما ينشفش او يعمل قشر على الوش. ودي نقطه مهمه جدا، يعني ابقوا غطوه طول ما انتوا شغالين. وبعد بقى ما دهنته، جبت السكينه وبدات اقطعه على 4. كل رول كده قسمته على 4 وحدات، حابينه اكبر يبقى قسموه على 3. وفي الاخر بقى جبت كده شويه من السمسم وبقيت ارش عليه في النص كده، يعني على كل واحده شويه سمسم. وعملت صفة بقى بالسمسم والصفة التانية بحبة البركة، يعني كنوع من التزيين والشكل الجميل. وعلى طول يا جماعة يعني بنخلص وبنسوي على طول. انا رحت بقى شغلت الفرن علشان يسخن، وبعدين بقى خدت الصاج ودخلته على الشبكة في نص الفرن، وخلوا درجة الحرارة متوسطة. انا شغلتها كده او ظبطتها على 180 درجة، يعني علشان يستوي براحته كده ويكون مقرمش معانا. اول بقى ما تلاقوه يعني خد لون ذهبي كده من تحت، بتقوموا مولعين عليه الشواية علشان ياخد لون ويحمر من فوق. هو بياخد الفرن كده يعني حوالي 40 ممكن 45 دقيقة، يعني على حسب النار والفرن بتاعك. ما شاء الله يا جماعة، يعني طول ما هو بيستوي يعني ريحته طالعة جميلة وقلب الدنيا. وما شاء الله كمان يعني طالع من الفرن تحفة، ولونه كمان مميز ومظبوط قوي. وبصوا كمان كده على شكله من قريب، يعني الحشوة جميلة كده وعامل طبقات ومورق، وريحته وطعمه والله رهيب يا جماعة. هوريكم كمان قد ايه انه مقرمش من بره وكمان طري من جوه.
شايفين ما شاء الله مقرمش ازاي ومورق وعامل طبقات من جوه حلوه قوي. اما طعم الحشوه فيه يا جماعه والله اتجنن. قدمته كده بقى مع رشه من البقدونس، يعني شكله خطير ويفتح النفس. يعني يا جماعه والله احلى من الفطير واحلى كمان من الجلاش. جربوه مش هتبطلوا تعملوه بألف هنا. وكده خلاص الوصفه خلصت، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وقرايبكم علشان هم كمان يستفادوا. وما تنسوش كمان تشتركوا في القناه. اشوفكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.